بالمناسبة ذوك نفتح قوس مهم جدا للمرأة الجزائرية الفحلة اللي اليوم سجلت لنا هذا يعني فوز مستحق ورائع في البطولة تاع كرة القدم النسوية، وفحلاتنا بارك الله فيهم ربي يحفظهم. لفتت انتباهي أو عجبتني بزاف العبارة اللي استخدمها رئيس الجمهورية أو النصيحة اللي قالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في لقاء من لقاءاته الصحفية. كلمة قالها وأعتقد أنها راح تبقى للتاريخ. قال نهار اللي قالوا له وش توصي ولا وش تقول للشعب الجزائري، قال عدو الخارجي مقدور عليه، ولكن أعداء الداخل وعدو الداخل هو اللي لازم نردوا بالنا منه ولازم نحذروا منه كل الحذر. نعم، هذه الحكمة نعتقد أنها لابد أن تسجل في التاريخ كمقولة مأثورة قالها يوما ما رئيس الجزائر. وأنا يوم بعد يوم نكتشف باللي الكلمة هذه حقيقية وعلى أرض الواقع. الخوف كل الخوف والحذر كل الحذر من الطابور الخامس، الجواسيس والعملاء والخونة والمغفلين. أكبر عدو للإنسان هو الغباء. ما كانش عدو يعني خطير ومؤذي قد الغباء. ولهذا الله سبحانه وتعالى كرمنا بالعقل، العقل اللي لازم نوظفوه ونخدموه طيلة حياتنا وطيلة يقظتنا. لأنك إذا تخليت على عقلك وتخليت على ذكائك رايح تكون ضحية لأول مفترس يقابلك في الحياة. علاش راني نقول هذا الكلام، وش هي الحاجة اللي وجعت لي قلبي وخلتني نقول الكلام هذا؟ البارح في الليل قبل ما نرقد بعث لي خويا شقيقي، بعث لي منشور صفحة هكذا، قال لي شوف شراه كاتب عليك هذا السيد. صفحة تحمل اسم مستعار، طبعا مستعار لأنه غالبا الجبناء ما يواجهوش. الجبان يحط لك صورة متاع رئيس إفريقي واسم متاع رئيس إفريقي وينزل شتم في الناس. فيلا نقرأ الخزعبلات اللي كاتبها، وهي خزعبلات يعني من البداية للنهاية. منشور اللي بعثوا لي خويا وقال لي وش هذا الكلام هذا اللي راه مكتوب، والظاهر أنه الشخص هذا اللي كاتب الكلام هذا جزائري. السيد يتكلم على الصحفيين اللي عندهم ولاء للسلطة، وذكر صحفي بالاسم راهو الآن في السجن. أنا ما نذكرش اسم الصحفي هذا اللي راهو في السجن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق سراحه إذا كان بريء، لأنه ما زالوا في مرحلة الاتهام ومرحلة التحقيق، ما زال أعتقد على حد معلوماتي ما زال ما تحاكمش، ولائحة الاتهامات نتاعو قضايا يعني بعيدة على الصحافة، على حسب ما سمعت وما بلغني من أحد الأصدقاء أنه عنده تهم يعني بعيدة عن جرائم الصحافة. يعني كاين عنده بالك تهمة ولا اثنين تاع جرائم الصحافة، لكن كاين قضايا أخرى ما عندهاش علاقة بجرائم الصحافة، وهكذا قيل لي. وإحنا وش نقولوا؟ إحنا نثق في العدالة نتاعنا بكل تأكيد، نثق في عدالتنا وفي محكمتنا، وفي نفس الوقت أيضا أخونا هذا وصديقنا إن شاء الله يبرأ من التهم الموجهة إليه ويعود إلى أحضان أسرته وعائلته. المهم هذا التافه داير مقال
بعد ما طعن في السيد اللي راهو كما قلنا راه بين يدي العدالة وما بين يدي الدولة، وإن شاء الله طعن فيه، وقال باللي هذا كان شيات للدولة وشيات للسلطة، وهاي السلطة في الأخير رماته في السجن، وكأن السبب سياسي. وأنا كما قلت لكم على حد علمنا أن الموضوع ما عاد لا، يعني أنا نروح نقتل واحد الآن بعيد الشر، نقتل واحد ولا نسرق أموال ولا نعتدي، أنا مصطفى بونيف ندير جريمة من هذا النوع، ما ندخلش للسجن؟ هي ندخل، وش وليت أنا على راسي ريشة؟ هل نرتكب شيء؟ إذا ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، ندخل للسجن، هذه ما فيهاش نقاش. هذا أمر ما كانش واحد فوق القانون، ما كانش واحد فوق الشريعة. لو الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا حديث، هذا حديث نبوي شريف صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سرقت قلادة لإحدى النساء، سرقت قلادة، حكموا السارقة واللصة لسرقة القلادة هذيك، وباش ينفذوا عليها حكم الحد السرقة اللي هو قطع اليد. جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له هذه امرأة مخزومية، بني مخزوم هذو قوم علية القوم، وهذو مقربين من الرسول ومقربين، يعني كيفاش ننفذوا الحكم على نقطع يد واحدة مخزومية؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الحديث حتى احمر وجهه، وقال لو أن فاطمة بنت محمد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وحاشا لسيدة المؤمنين العفيفة الطاهرة أمنا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها أن ترتكب جرم السرقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا المثال. فرئيس تبون نفسه إذا غلط وارتكب جريمة قانونية، يعني كاين محكمة خاصة به وكاين إجراءات وكاين، ما كانش اللي فوق العقوبة وما كانش اللي فوق القانون إذا كان هناك جرم مشهود، ما فيهاش نقاش. هذا أمر ما فيهش نقاش، ما فيهش هدرة، هذا ما فيش، ما نفاصلوش فيه. وقال نجي ذوك الفقرة اللي تخصني أنا، ومصطفى بونيف داروا العرس وما عرضوهش، مصطفى بونيف ما تكرمش وخرج يحوس على التكريم، ما كرمتوش الدولة. يا خويا أولا أنا ما بكيتش على التكريم وعمري ما بكيت على التكريم، ثانيا أنا تكرمت فعلا وكرمني رئيس الجمهورية، ها هو التكريم تاعي، ها هو التكريم تاعي، ها هو الدبلوم هذا أعطاه لي الرئيس عبد المجيد تبون بالمناسبة. أنا تكرمت وكرمتني الدولة، وعلى الرغم من أنه هذا الأمر أنا ما يزيد لي ما ينقص لي، هذه الحكاية ما تزيد لي ما تنقص لي، أنا ما عندها حتى علاقة. الحمد لله أنا إنسان، هذا المهمة تاع الدفاع عن الوطن. قال لهم مصطفى بونيف كاتب مقال، قال لهم مصطفى بونيف الدولة تستخدمه أو السلطة استخدمته لشتم المغاربة، وفي الأخير بدأ يبكي على تكريم. حاشا، أنا سيدك، أنا سيدك وسيد سيادك. إذا كان أنا أبحث عن تكريم أو أتسول للتكريم، الحمد لله تكرمت. وهذه ثاني، حتى هذا اللوحة تكريم يعني في جامعة الغواط، جامعة أفلو عفوا. وعندي هدايا، وعندي الحمد لله، يعني ما عندي حتى هذا الأمر عمره ما كان من ضمن انشغالاتي، ولكن الحمد لله حتى اليوم مش البارح، اليوم كان عندي نشطت ندوة كبيرة هنا في الجزائر العاصمة في شراقة، هنا اليوم ندوة كبيرة، وإن شاء الله راح نعرضوا الفيديو نتاعها إن شاء الله نحطه هنا، تاع الكلمة اللي ألقيتها بهذه المناسبة. كان عنوان المحاضرة اللي ألقيتها التواصل الاجتماعي والإعلام في الدفاع عن الوطن. فالحمد لله يعني هذا أمرنا عمره ما كان شاغلني، ولكن أنا ركزت على هذا المقال، عندي غاية، عندي مقصد باش نحكي على أعداء الداخل اللي جاي لهم في القضية نتاع المروك بالذات. وقال باللي ها واحد راهو في السجن، وواحد الدولة راهي مهمشاتو يقصدني أنا، وحب يكرموه وحب كذا وحب
ثم ذهب إلى نقطة أخرى أشد خطرا، وأنا هذه اللي حاب نحكي عليها، أنه مصطفى بونيف تنكر للعروبة. أنا تنكرت للعروبة؟ كيف؟ متى وأين ولماذا؟ يعني إذا أنا تنكرت العروبة وش بقالي؟ ولكن لأنني ما دخلتش في الفتنة اللي كانوا حابين يدخلوني فيها. مش أنا فقط اللي بعت، خاطر هذه هي الفتنة الحقيقية. بتعودوا عارفين، كانوا داروا لجان إلكترونية، داروا عصابات في الفيسبوك وداروا عصابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجي تتكلم يقول لك العرب، احنا العرب راكم كذا، ويجي اخر من هيه الماك تاع الماك هو يدخل من هيه يقول له احنا الامازيغ كذا وكذا، ويخلقوا فتنه داخل مواقع التواصل الاجتماعي. انا هذيك هي اللي نسميها فتنه، هذيك تسمى بالفتنه اللي تصنع فيها الامارات. هذو القطط هذو عباره عن كلاب عند الامارات مسلطتهم، وفيهم اعلاميين ما نذكرش الاسماء، ما تخلوناش نذكروا الاسماء، وفيهم فنانين وفيهم شغلهم الشاغل والهدف الرئيسي نتاعهم والاساسي هو تقسيم المجتمع الجزائري من الداخل، وخلق فتنه لن تكون باذن الله، لاننا خالوا بنخط في هذه البلاد. وايضا الماك والاذرع نتاع الماك كيف انا لن انخرط ولن ادخل في هذه اللعبه القذره، ما ندخلهاش وما دخلتهاش وما ندخلهاش، واحذر منها واشد على يد الدوله انها تضرب بيد من حديد هذا القطط وهذا الاوباش اللي ما حبوش يحشموا. راهم في سنوات وهم يشتغلوا في امر خطير، آن الاوان انه يتم حصرهم وانزال العقاب الذي يليق بهم. ما ندخلش في الفتن هذه. انا جزائري حر اكثر من جزائريتي لا اريد، والجزائر فيها الاسلام دين الدوله وانا مسلم، والجزائر فيها العروبه وانا عربي، والجزائر فيها الامازيغيه وانا عندي جذور امازيغيه ودماء امازيغيه تسري في دمائي. ما نقبلش اي فتنه ما بين الجزائريين على هذا الاساس، لانه مرفوض، كلام مرفوض في هذا النقاش. واللي يتكلم هذا الكلام ما هو الا كلب للامارات او كلب عند فرنسا، لا اكثر ولا اقل. والناس اللي راهم يشعلوا في هذا الحطب تاع الفتنه هذه، طبعا الذباب المخزني ما يراطيش امور كما هذه. ف قلت لخويا، قلت له يعني الافتراء اللي راه موجود في هذا المقال، يعني انت واش رايك انت اخويا؟ يعني واش قال لي برك انا استغربت، يعني كيفاش يقولوا عليك انت يعني لا، هذو ابواق نتاع فتن، ابواق تاع فتن لازم تكونوا حذرين منهم. كما قال الرئيس عبد المجيد تبون، اعداء الداخل، هذو هم اعداء الداخل، احذروهم. كي تلقاو هذا الاشكال بلغوا الامن، ما توقفوش، ما تحبسوش، والله غير امانه على رقبتك تبلغ. قال هذا المنشور وصاحب هذه المنشورات راه يدعو الى التقسيم ويدعو الى التفرقه ما بين الجزائريين، راه يسب في خاوتنا القبائل، والقبائلي راه يسب في خاوتنا العرب. ما نقبلوش هذا الكلام، لاننا ماناش عربي وقبائلي في هذه البلاد، احنا جزائريين، ما عندناش هذه التفرقه ولا اساس لهذه التفرقه. خونة الدار هذو لازم يتبلغ عليهم، ما يبقاوش هكذا سارحين ويسرحون ويمرحون في مواقع التواصل الاجتماعي، وخطرهم بالغ. إذا بقينا ساكتين عليهم لمدة طويلة يديروا كارثة هذا الأوباش. كما أيضا أعداء الداخل، وإن كانوا هم عايشين في الخارج، اللي هم الأبواق اللي راهي عايشة في الخارج، الخونة للأسف الشديد يحملون الجنسية الجزائرية. والله قبل
يوم العشية بعد العصر، صليت العصر وريحت، شفت التيك توك، نلقى هذيك الملحدة، ماريا ملحدة، واحد المرأة لا لا، أنا يعني أكاد أجزم باللي ما هي جزائرية، والله ما عندنا جزائرية تكون بهذه المواصفات. بالمناسبة، ذوك نفتح قوس مهم جدا للمرأة الجزائرية الفحلة اللي اليوم سجلت لنا هذا يعني فوز مستحق ورائع في البطولة تاع كرة القدم النسوية، وفحلاتنا بارك الله فيهم ربي يحفظهم. ذوك نعاود نرجع لكم في فقرة خاصة، ولكن نغلق القوس. هذه الملحدة هذه، ماريا هذه، كان المحتوى نتاعها من قبل كان الكفر، المحتوى نتاعها الكفر. ما هي جزائريه مروكيه، والله مروكيه، ما عندها حتى علاقه بالجزائر. المشكل انه ما تقدرش تثبت امر كما هذا. واذا كانت جزائريه اصولها مشكوك فيها، لانه احنا ما عندناش هذا العرق الوسخ، ما عندناش، ما كانش يعني. نعرف انا ملاحده ونعرف، ولكن وطنيين يعني، انسان ما مشكله ما بينه وبين ربي، ندعو لهم بالهدايه وخلاص. انسان ملحد مش مؤمن بربي، لازم ثاني تكونوا انتم ثاني عندكم تكونوا متشبعين بالثقافه نتاع الفرق ما بين الملحد والعلماني واللايكي. راهي فروق كبيره بيناتهم، راه مش كيف العلماني راه مش ملحد، تكونوا فاهمين القضيه والموضوع مليح. اللايكي ايضا راهي توجهات فكريه. انا شخصيا لا اشجعها ولا أنتمي إليها ولا أحبها، ولكن هي تيارات وانتماءات فكرية. الملحد راه ما يامنش بربي ما يامنش بالله سبحانه وتعالى، بعيد الشر. يقول لك ربي ما كانش، يعني هذا يسموه الملحد. وهذو موجودين، يعني الملاحدة هذو يكفرون بكل الأديان، معنى ما يامنش بربي ما يقول لك لا المسيحية لا اليهودية، ما يامنوش بربي هذو يسموهم الملاحدة بعيد الشر. هذو حالة خطيرة يعني. وكاين العلمانيين اللي هم يخضعون كل شيء للتفسير العلمي، يفسروا كلش بالعلوم، يعني إذا كان العلم فسرها يقبلوها، ما فسرهاش العلم ما يقبلوهاش. وتلقى عندهم ميل، يعرف باللي كاين الله، عارف باللي الله موجود، ولكن تلقى عنده اجتهادات فلسفية واجتهادات فكرية مطروحة تغلب العلم على الدين، يعني يغلبوا العلم على الدين. يقول لك كاين يقول لك كاين الدين وموجود وكل شيء، ولكن يقول لك لازم تخلي الدين أداة طيعة في يد العلم. لازم الدين يولي خاضع، او خاضع تماما للعلم. الحاجه اللي ما عندهاش تفسير علمي سي با لابين تتبناها او تعمل بها. فكاين تقاطعات ما بين العلمانيه والالحاد في بعض النقاط، ولكن ما همش ملاحده بالمعنى الحرفي. وكاينين اللائكيين، واللائكيين هم اللي ينادوا بفصل السياسه. اللائكي معناتها سياسه، يعني فصل الدين عن الدوله. يقول لك الدوله ما تتدخلش في الدين، الدين وحده والدوله والسياسه وحدها. هذون يسموهم اللائكيين. مثلا يقول لك نحي الماده تاع الدستور تقول الاسلام دين الدوله، ما الدوله ما عندهاش دين، مش لازم الدوله تكون عندها دين. هذه النظره اللائكيه. فلازم نكونوا نفرقوا ما بين هذا. خاطر راني نشوف احيانا نلقى بعض الجدالات ما همش فاهمين، ما مش قادرين يفرزوا العلمانيه عن اللائكيه عن الالحاد، وهم دوائر مختلفه على بعضها البعض. اذا نعاودوا نرجعوا الى موضوعنا. علمانيه ملحده، كان شغلها الشاغل. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يجرد السنغال من اللقب الذي حصلوا عليه في نهائي الكان المغرب 2026 بعد هدف بابا جاي في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الأول. هذا القرار جاء بشكل غريب جدا بعدما أصلا قام الاتحاد الافريقي باجتماع في الشهر الماضي وخرجوا بقرارات معاقبة بعض اللاعبين ومسؤولين كلا المنتخبين من دون ذكر أن اللقب سينتقل. إلا أن الجديد اليوم خرج وقالوا بأن اللقب عاد إلى المغرب، واعتبار أنه يبقى انتهى بنتيجة 3-0. قرار غريب جدا. الاتحاد السنغالي لم يسكت ورفع الأمر إلى التشاس في زيورخ اليوم،
وسيقوم بالطعن في هذا القرار. وأنا بالنسبة لي نسبة كبيرة أنه سيتم قبول الطعن، لأن المباراة خلاص كملت، وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ الحكم، لأنه لم ينهي. إذا كانوا يتبعون بروتوكول ينسحب فريق، يعتبر أن المباراة انتهت. وهذا يرجع إلى خطأ من الاتحاد بوضع حكم لا يجيد التصرف. وأظن يمكن كثيرا سيتم معاقبة الاتحاد الافريقي وبعض المسؤولين فيه على هذا القرار الأخير. وستكون الأيام القادمة خير دليل على الإجابة هذه الأسئلة، لأن الآن مازال الموضوع حامي جدا، واللقب مازال عند المنتخب السنغالي ولم يسلم إلى الاتحاد الافريقي بعد.